السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة القرنبيط. هنعمله بطريقة حلوة جدا وبخلطة جبارة. هنعمله هيطلع حلو قوي وهيعجبك ان شاء الله. وكمان هعرفك تطلعيه ازاي يكون القلب بتاعه كده من جوه، يكون لونه اخضر ومش يكون شارب زيت معاكي خالص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوني تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجه كده معايا القرنبيطه بتاعتي، هي حجمها كبير شويه. عشان تختاري القرنبيطه لازم تكوني جايباها مقفله كده على بعضها، يعني ما تكونش فيه بينها فراغات، دي بتكون افضل. هقلبها كده وهبدأ اقطع الورق الاخضر اللي فوق ده كله، وابدأ كده اخد الاجزاء البيضة، بس انا عايزة اخد الزهرات لوحدها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ابدأ اسلك كده بالسكينة، هاخد الزهرة بس البيضة زي ما انتوا شايفين كده، هاخدهم كلهم كده من تحت لحد ما اخلص القرنبيطة كلها بالشكل ده. كده خلاص قطعتهم كلهم زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده اقسم الوردات دي عشان انا مش عايزاها تكون كبيرة ولا صغيرة، يعني تكون متوسطة كده علشان تاخد منها الخلطة وتكون مظبوطة وتستوي كويس بالشكل ده. يعني مثلا الكبيرة قوي اقطعها على 3، الوسط اقطعها على 2 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اخليهم كلهم كده مقاس واحد. بعد ما قطعتهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هاخدهم بقى تحت الحنفية، اديهم شطفة كده تحت المية الجارية. وبعد كده بقى معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، واول ما تغلي زي ما انتوا شايفين كده هبدأ انزل بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون، وبعد كده هنزل بالقرنبيط بتاعي بالشكل ده. طبعا هو اول ما بينزل المية بتهدى علشان هو بينزل درجة حرارة المية. هسيبه يبدأ يغلي وهحسب له بالظبط 5 دقايق من بعد الغليان. مش هزود عن كده عشان انا مش عاوزاه يكون مهري معايا عشان لسه هيستوي تاني في الزيت. لازم تطلعيه يكون ماسك نفسه كده شوية. غلى معايا وعدى ال5 دقايق بتوع اللي انا قلت لكم عليهم. ما تطوليش عن كده علشان ما يتهريش معاكي. هبدأ كده بقى على طول اخرجه زي ما انتوا شايفين كده على مصفى بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين ماسك نفسه. وبعد كده هنزل بالجزء التاني وهاخده كده على طول. القرنبيط اللي انا خرجته من المية ده هنزل بيه على طول تحت الحنفية تحت المية الساقعة. لازم اوقف التسوية بتاعته، افتح المية عليه كده لحد ما ياخد درجة الحرارة المطبخ ويبقى بارد علشان ما يستويش اكتر من كده. عشان نعمل بقى الخلطة الجبارة بتاعتنا، معايا كده حزمة من الشبت وحزبة من الكزبرة. غسلتهم كويس اوي وبعد كده قطعتهم، وهمسكهم بقى هحطهم في الهون. هدقهم خالص وانعمهم لحد ما يطلعوا العصارة بتاعتهم، عشان ده هيفرق معايا قوي في لون الخلطة بتاعتي. بعد كده هجيب معايا 4 حبات من البيض، وهنزل عليهم بكوباية واحدة بس من الحليب وكوباية من المية. تقدري تعملي الكمية كلها مية او حليب زي ما انت عاوزة. هبدأ كده اضربهم كده كويس قوي مع بعض لحد ما اخلط البيض كويس بالشكل ده. وهنزل عليهم بكوبايتين 2 من الدقيق، معلقتين كبار من النشا بالشكل ده. هخلط كل اللي انا حطيته ده كله مع بعضه، ادوب الدقيق كويس قوي. انا مش عايزاها خلطة تكون سايلة قوي ولا تقيلة قوي، تكون القوام بتاعها كويس بحيث ان القرنبيط يمسك في الخلطة. هنزل بالتوابل اللي معايا معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من البابريكا وربع معلقة من الفلفل الاسود وشطة ناعمة وملح. هي دي كل التوابل اللي انا هحطها. هنزل كمان معايا بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، توم مفروم يكون فريش عشان النكهة بتاعته تبقى قوية معايا. وهنزل بمعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر عشان يخلي القرنبيط معايا هش كده من جوه بالشكل ده.
بعد كده هنزل بقى بالخضرة بعد ما نعمتها قوي في الهون زي ما انتوا شايفين كده، شايفين نزلت العصارة بتاعتها. هبدأ كده بقى اقلبها على الخلطة بتاعتي دي. شايفين اللون بتاعها بقى لون اخضر جميل، هو ده اللون والقوام اللي انا عاوزاه. هنبدأ بقى نحمر القرنبيط مع بعض في طاسة كده هيكون فيها زيت غزير، وهحط القرنبيط في الخلطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والزيت لازم يكون سخن. وهبدأ انزل بالقرنبيط بتاعي بالشكل ده. حاولي وانت بتحطيه في الزيت يكون بينهم مسافة شوية عشان بيلزق اول ما بتحطيه، او بعد ما تحطيه تحاولي كده تسلكي بشوكة او بمعلقة عشان ما يلزقوش في بعض. اول ما يبدأ ياخد لون معايا من الجنب هبدأ اقلبه كده على الجنب التاني، ما تعملش معاه خالص غير لما يبدأ ينشف كده ويمسك نفسه، وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون موحد من الجنبين بالشكل ده. شايفين بقى لونه بقى جميل ازاي؟ هبدأ بقى اخرجه في المرحلة دي حاجة كده ما شاء الله. هخرجه اصفيه كويس قوي كده من الزيت زي ما انتوا شايفين. وابدأ بقى اكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. بين كل مرة ومرة ببدأ كده بالمصفى اشيل الحاجات اللي نزلت زيادة من القرنبيط دي عشان ما تتحرقش وتبوظ لي الباقي. انضف كده الزيت اول باول، وهبدأ اكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. احط في الخلطة وبعد كده هنزل بالزيت، وزي ما قلتلك هتبدأي بس بقى اول ما يمسك نفسه كده. اول ما اخلص يعني في اخر واحدة انا بحطها ببدأ بقى اسلكهم من بعض علشان ما يمسكوش في بعض، وبعد كده الكفر ده يتشال وبعد التسوية. هقلبهم بقى لحد ما ياخدوا اللون زي ما اتفقنا، اللون الذهبي الحلو ده مع بعض، وبعد كده اخرجه من الزيت. هكمل انا باقي الكمية وارجع لكم تاني. خلصت خلاص الكمية بتاعتي كلها وطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده ما شاء الله. لو جربتيه بالطريقة دي صدقيني هتدمنيه. عملت جنبه كمان الدقة اللي انا عملتها قبل كده معاكم في فيديو العدس، اللي هي فلفل بطماطم، دي احلى حاجة ممكن تقدميها معاه. وطبعا بصل اخضر، لو عايزة تعملي بقى بطاطس قدميه بالطريقة اللي تعجبك. ان شاء الله تجربيه بطريقتي وان شاء الله يعجبك جدا. شايفين القلب بتاعه لونه اخضر من جوه، ده لون الخلطة اللي انا كنت بقول لكم عليه. كريسبي مقرمش من بره وطري جدا وخفيف وهش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا جربوه بطريقتي وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.